السلام عليكم. من بعد 30 سنة د الخبرة، من بعد ما كملت هاد 30 سنة، فعلا 30 سنة، بغيت نهضر لكم في هذا الفيديو على شنو استفدت وعشرات الحوايج المهمة اللي استفدت طول هاد السنين هادي في العمل. اول نقطة، ملي تبغيو تختاروا الميدان اللي غادي تخدموا فيه، فمن الافضل انه يكون ميدان فعلا عجبكم، يكون يعني واحد الشغف، يكون نتوما اختاريتوه لانكم كتبغيوه، ماشي لانه العائله اللي قالت لكم تختاروه، ماشي حتى في الدراسه، يعني من الاول من التوجه ديالكم، ماشي لانه المجتمع كيشوف بانه هذيك المهنه راها واحد المهنه راقيه، ماشي لانه هذيك المهنه ولا داك العمل غادي يكون فيه الربح. هاد الامور هذه ماشي هي اللي مهمه، اللي مهم هو انه يكون عاجبك. النقطه الثانيه، هاد الشغف هذا اللي عندك راه في الغالب ما كيدومش، يعني هذيك الحياه المهنيه ديالك كامله، لانه كنخدموا نقولوا الانسان مثلا بدا من 25 عام حتى ل 60 عام، فهذوك السنين تقريبا 40 سنه ديال العمل، فقليل انه يعني ممكن، ولكن صعيب انه الانسان يبقى مش يعني وعنده واحد الشغف وهذيك المهنه اللي كان كيمارسها انه تبقى عاجبه هذيك المده كامله. اذا النقطه الثانيه ولا النصيحه الثانيه هي الواحد يختار شي مجال اللي ممكن يبدلو. في الغالب الانسان كيفكر واحد من بعد واحد المده كيقول انا بغيت نبدل، ندير شي حاجه اخرى اللي مختلفه شي شويه او اللي مختلفه كليا. فالمرونه هذه هي النصيحه اللي الثانيه اللي مهمه، المرونه. لانه الانسان كيبغي يغير من بعد واحد سنوات، نقولوا مثلا كيوصل 40 عام ولا هذا، تيقول صافي انا مابقيتش قادر ندير هذه المهنه هذه، بحال صافي وصلت لواحد الروتين، بغيت ندير شي حاجه اخرى، وهذه مساله طبيعيه. النقطه الثالثه واللي هي عندها علاقه بالنقطه الثانيه، هي الواحد خصو دائما يتعلم، لانه في هذوك السنين الطويله كيكونوا تغييرات. مثلا انا فاش يلا خدمت ما كانش انترنت، وعاد بان الانترنت، فالانسان حنايا تعلمنا مثلا كيفاش نستعملوا الانترنت. دابا الذكاء الاصطناعي ما كانش قبل، يعني الناس كلهم دابا غادي يخصهم واحد الوقيته يتعلموا كيفاش يستعملوا الذكاء الاصطناعي في العمل. فهاد التغيرات تاهي كتطلب واحد الانسان انه دائما يكون مستعد انه يتعلم، مستعد انه يتغير، مستعد انه يسمع النصائح الناس اخرين جداد اللي صغر منه ولا يتعلم منهم. فعدم التوقف عن التعلم يعني مدى الحياه. راه درت واحد الفيديو غادي تشوفوها على شنو تجربتي في الدراسه من بعد 40 سنه. ونقطه اخرى هي انهم اللي كندرسوا مثلا ان في الجامعه ولا في شي تكوين، كندرسوا امور اللي مثلا اللي نقولوا كتجي صعيبه، ولكن ملي كنجيو نخدموا هذوك الامور التقنيه ما كنحتاجوهاش كاملين. يعني الامور في العمل كتكون في الغالب اسهل. في الغالب شنو الصعوبه اللي كتكون في الميدان العملي او التجربه العمليه؟ هي امور اخرى، هي يعني سوفت سكيلز اللي كتسمى، او لا مهارات التعامل مع الناس، التواصل، المرونه كما سبقت قلت، يعني كيفاش الانسان ينظم وقته، كيفاش انه يتعامل يعني مع ملي تكون مثلا شي صراعات مع الناس اللي خدامين معاك، الى غير ذلك. هاد المهارات هادو بعض المرات ما كنتعلموهمش حتى كنوصلوا يعني العمل، الميدان ديال العمل، وعاده باش كنوقعوا في شي مواقف اللي كنقولوا هادشي ما تعلمنا ليش. اذا واخا نكونوا حنايا مثلا درنا شي دراسه اللي المستوى ديالها عالي وكنا متميزين في الدراسه ديالنا، ولكن الا ما كانش عندنا دوك المهارات في العمل فما غاديش يعاوننا هذه المساله هذه، ما غاديش تعاوننا اننا ننجحوا في العمل ديالنا. النقطه الخامسه ولا النصيحه الخامسه، هو الواحد ما يخافش من تغيير العمل. ما بقاش هذاك الوقت، ما بقاش داك الزمن. من قبل كان الانسان كيخدم واحد الخدمه كيبقى فيها حتى التقاعد، او لا غير كيغير مره واحده، او يعني انه يقدر يبقى 10 سنين 20 عام 30 عام في نفس العمل. هادشي ما بقاش. يعني الانسان في هذا الوقت هذا كيغير بزاف، والواحد ما يخافش من التغيير. ما يبقاش الواحد في واحد الشغل ولا واحد العمل غير لانه خايف من التغيير، واخا ما عجبوش، واخا انه كيحس براسو يعني بحال كيقتل الوقت وكيمشي كل نهار بزمنه لذاك العمل، اولا كيخدم فقط غير من اجل هذاك الراتب الشهري. فانا هذه المساله كتجيني يعني فعلا حزينه. للاسف انه بزاف الناس كيعانيوا
وفقط أن النقطة اللي كيخصهم هي أنهم داك حاجز الخوف أنهم يحيدوه. وهاد المسألة هذه كنظن بأنها الواحد خاصو يخدم عليها. ما كاينش الخوف. كاين واحد المثل اللي تيجيني انا ما صحيحش، بزاف الناس كيقولوه في العمل، سمعته عديد من المرات، انه ما كتبدل صاحبك غير ما صعب منه ولا ما كرف منه. فانا كنظن بان هذه الفكره من تجربتي، انا غيرت العمل ديالي يعني الكثير من المرات والعديد من المرات وعمري ما ندمت. ما هذا المثل ما كينطبقش في الغالب، ما كينطبقش. ممكن يكون الا مشيتي غيرتي، راها تجربه جديده، راها مغامره، راه تقدر تلقى مواقف اصعب ماشي احسن من الوضع الحالي. ولكن الا مشيتي وخطي هذيك التجربه، فغادي تعلم بزاف الامور ويقدر يكون الوضع ديالك احسن. فعلاش الانسان ما يجربش؟ انا ما كنصحش طبعا انه الانسان هذا الموضوع ديال التغيير او ديال الاستقاله انه يتخذ بتهور. كذلك كاينين حالات ديال الناس بزاف اللي كيوقع لهم مثلا شي مشكل صغير، وبلا ما كيفكروا بلا ما كيدرسوا العواقب كيستقلوا وكيمشيو. هذاك يعني بحال الهروب من الواقع. انا هذه المساله هذه كنصحكم انكم ما ديروهاش، سواء الناس اللي يلاه خدموا ولا الناس اللي عندهم تجربه. راكم يعني يمكن تكونوا دزتوا من مواقف صعيبه اللي ما كرهتوش انكم تغيروا، يعني تهربوا. لا ما كاينش عمل مثالي. في اي عمل كاين مشاكل، ولا كان بغيتوا تاخذوا قرار ديال الاستقاله او تغيير العمل، فالواحد خاصو يدرسه ويشوف شنو كاين، شنو هما الامور اللي متاحه، وشنو هما المشاكل اللي عنده حاليا، واش التغيير هو فعلا الحل، وواش هذاك هو الوقت المناسب. النقطه السادسه هو انه العمل ماشي هو كل شيء في الحياة. وهذه النقطة هذه مهمة، لأننا حنايا في الغالب تربينا على أنه مثلا واحد خاصو يقرأ، خاصو يقلب على خدمة، خاصو يعني ينجح في العمل ديالو. وهذا الشيء كيخلينا بحال شي مرات إنسان يستثمر الجهد ديالو والوقت ديالو كله في العمل، بحال العمل هو كل شيء. وهذه المسألة هذه ربما تكون كاع خطيرة، لأنه يمكن يكون شي مشكل كبير، يمكن هذاك العمل الواحد كاع ما يبقاش، أنه يكون يتفصل الإنسان من العمل، يقدر الإنسان ما يبقاش خدام. ففي هذاك الوقت شنو غادي يكون الحياة الإنسان ما كايناش، ما عندها حتى شي معنى بدون عمل. فهذه النقطة هذه خطأ. وخطأ أنه الإنسان يركز على غير العمل بوحده. فالحياة ديال الإنسان فيها بزاف ديال المجالات، كاين العائلة، الأصدقاء، الرياضة، الهوايات، السفر، أمور عديدة، يعني الأطفال، بزاف الأمور اللي هي اللي كتكون الحياة ديالنا، والعمل هو جزء منها، ماشي هو كل شيء. وحنايا ما كان حياتنا ولا الهويه ديالنا ماشي كتقتصر فقط على شنو الخدمه ديالنا. مهم انه الانسان ما ياخذش هذه الفكره هذه، يعني انه العمل انه هو كل شيء، لانه يقدر هذه المساله تؤدي الى الارهاق. النقطه السابعه هو انه من بعد واحد سنوات كما قلت العمل كيقدر يكون روتين، والانسان كيخدم غير من اجل المال. فهذه المساله هذه كنشجعكم انكم تفادوها. فعلا يمكن توقع انه في واحد المده قصيره ما عجبكش هذاك العمل ديالك وكتخدم غير لانه محتاج لهذاك الراتب ولا ديك الوظيفه. هذه المساله ما خصهاش تستمر. انا زعما النصيحه اللي غادي نعطيكم بعد 30 سنه هو العمر ديال الانسان ثمين، فما تضيعوش في شي عمل اللي ما عجبكمش. شوفوا اشنو ديروا، شي تغيير، اما تغيير العمل، اما الواحد يرجع يقرا، اما الواحد يدير شي حاجه اخرى. المهم الانسان ما يبقاش كيقتل في الوقت ديالو وفي سنين العمر ديالو، لانه الشباب وهذوك السنين ما كتعوضش، وغادي يجي واحد الوقت اللي الانسان غيندم وغيقول علاش انايا كنت خدام وهذوك الفلوس اصلا فينا هما اللي خدمت على ودهم. النقطه الثامنه، واش الانسان الا دار واحد الجهد واستثمر في الحياه العمليه ديالو واش غادي ينجح؟ ممكن، ولكن واش دائما؟ ماشي دائما. فعلا الانسان خاصو يدير مجهود، والانسان اللي طموح وبغى انه ينجح في الحياه العمليه ديالو فما خصوش يعني فقد الامل. دائما المجهود كيعطي نتيجه الى الانسان يعني استمر وهذا. ولكن كذلك كاينه مساله ديال الارزاق، ماشي كل شيء كينجح، ماشي كل شيء اللي دار مجهود راه غادي يوصل للنتيجه اللي بغا. ولكن اللي عنده شي حلم خاصو طبعا دائما يعمل على التحقيق ديالو ويتوكل على الله باش انه يوصل للنتيجه اللي بغا. النقطه التاسعه، واش خاص الانسان يدير مشروع ديالو ولا يبقى خدام في شركه ولا في وظيفه؟
ماشي كاع الناس كيصلح لهم مشروع، هذا يعني موضوع شويه صعيب، يمكن نديرو فيديو اخر عليه الا بغيتو كتبوا لي في التعليقات الا بغيتو ندير فيديو على هذا الموضوع. انا سبق ليا يعني وخط هاد التجربه. كاين بزاف الناس اللي مزيانه اللي كتصدق لهم يعني، وكاين اللي كاع كيديروا مشاريع يعني بالموازاة مع العمل، لكن على حسب ديال الظروف ديال كل واحد. ماشي كاع الناس كتصلح لهم، وماشي كاع المشاريع كلها راه كتنجح يعني. هي كذلك راها مغامره. المساله هذه تقدر تكون صعيبه خصوصا الانسان عنده التزامات، ولكن طبعا انا كنشجع كاع الناس اللي بغاو انهم يديروا مشاريع سواء بموازاة مع العمل او لا انهم يفكروا يعني يستقلوا ويخليوا العمل ديالهم ويديروا مشروع، فانا كنشجعهم خصوصا اذا كانوا يعني مستعدين وظروفهم يعني موجدين وعندهم فكره وعندهم يعني ما غاديينش لهاد المغامره بعينين يعني عينين مغمضين، فهما درسي المساله مزيان وعندهم يعني المؤهلات لها. النقطه الاخيره، واش الانسان خصو يوفر فلوس او لا خصو يستمتع بالحياه؟ بجوج. حتى شي حاجه ما خص الانسان يديرها بصفه يعني مبالغ فيها. فالانسان انه يوفر ويبغي غير انه مثلا يشري الدار ويدير هادي ويشري طوموبيل ويوفر ويزير على راسو ويعيش في واحد المستوى اللي يعني ضيق يعني ماليا، وما يستمتعش بالحياة، ما يسافرش، ما يقدر يدير حتى شي حاجة، ما يقدر يخرج، ما يقدر غير لأنه باغي أنه يوفر. فهاد المسألة أنا هذه كتجيني ماشي هذيك هي الحياة. الإنسان خاصو يدير شوية هكا وشوية هكا، يعني يستمتع بالحياة. الإنسان تيكون باقي صغير يعني يدير كل شيء يعني بالقياس، كل شيء بالتوسط والاعتدال. التوفير راه مهم، والانسان باش يوفر خاصو يبدا من الاول، ما يقولش لا دابا انا مازال ما يمكنليش، يلاه بديت ما كيقدنيش هذا الراتب، ما غاديش نوفر حتى يتزاد ليا في الراتب وعاد غادي نوفر، اولا حتى من بعد، اولا حتى العام الجاي، اولا حتى من هنا 10 سنين. لا، فهذه بحال قلتي عاده ديال التوفير. كتبدا واخا توفر شويه، يعني تقول مثلا انه 10% ديال الراتب ديالك كتبقى، اولا 20%، اولا على حسب كل انسان والظروف ديالو، شنو المصاريف اللي عنده، شحال الراتب ديالو الى غير ذلك.